مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد للحوتة الليبية. فيديو اليوم حنشارككم بسوفينير شريته من فاليتا جلاس. وحنشوفوه مع بعضنا شنو تتوقع. هو طبعا فاليتا جلاس اللي هو زجاج فاليتا. هن مشغولات زجاجية مصنوعات يدويا. والتحفة أو السوفينير اللي شريتها هي تفاحة. أيوة، تفاحة صغيرة خضرة من قزاز. النزيك فيها أن هي مشغولة طبعا زي ما قلت لكم باليد. وأهم حاجة في شغل القزاز هذا أن تحس الألوان 3D. بمعنى إن لما تمسك التحفة قدامك تحس إن اللون قاعد في العمق بدرجاته، وفي نفس الوقت متجانس ومختلط مع بعضها، لكن في العمق، لأن في الخارج تحس إن في طبقة قزاز شفافة. فهذه هي اللي تعطيك الإيحاء الغريب إنك أنت مش ماسك قزازة ملونة من برا وخلاص، لا، إن اللون قاعد جوا القطعة هذه. وبرضه النزيك في التفاحة هذه زيادة على ألوانها ودرجة الأخضر والكريم وكيف إنها المتجانسات داخلها. الجميل فيها اللي هو العناية بالتفاصيل، زي الورقة، حجمها، التخطيطات اللي في الورقة نفسهن، هو اللي مخلياتها إنها فعلا مشغولة بحرفية عالية جدا وقطعة فنية في حد ذاتها. وتوا حنقول لكم من وين شريت التفاحة هذه. التفاحة شريتها من معرض فاليتا جلاس في كرافتس فيليج، والقرية هذه موجودة في منطقة تآلي اللي هي جنب المدينة، والمدينة حنحكي لكم عليها في فيديو جديد. المهم، ردوا على الكرافتس فيليج. هذه فيها ورش عمل ومحلات يصنعوا فيهن منتجات، أو خلينا نقولوا قطع فنية مالطية مصنعة يدويا. والسياح يجوها خصيصا باش يتفرجوا كيف يتم تصنيع المشغولات هذينا، وفي نفس الوقت ياخذوا فكرة عن الصناعات التقليدية في مالطا. وشركة فاليتا جلاس أنشئت سنة 1979 لشخص يسمى بول سيد بالتعاون مع أسرته. وانطلقت الشركة من تعالي اللي هو مقرها الحالي، اللي يشمل ورشة العمل ومعرض يبيع فيه منتجاتهم الفنية. وزي ما نشوفوا هذا جزء من التحف الزجاجية اللي عندهم، اللي نحطها ممكن على الطاولات، على الأرفف، على المكاتب. برضو فيه المزهريات، حتى هن بأشكال وألوان وأحجام مختلفة. الأباجورات حتى هن بموديلاتهن وبطرق الإضاءة متاعاتهن، يعني جميلة جدا. وفي حاجة يتميز بيها فاليتا جلاس إنه هم يقدروا يصنعوا لك أي تحفة زجاجية وفيها ذهب 24. واللي تشوفوا فيه في الصور باللون الذهبي هذا هو الذهب حقيقي، يدخل في عملية التصنيع باش يعطينا قطعة رائعة يقتنوها عاشقو الذهب. وتوا احنا قاعدين في الورشة اللي يتم فيها صنع التحف الزجاجية. زي ما تعرفوا ان الزجاج هو عبارة عن مادة عديمة اللون تصنع أساسا من السيليكا المصهورة في درجة حرارة عالية جدا مع إضافة مواد أخرى. بس في البداية نبغى نعرفوا السيليكا هي عبارة عن رمل نقي ناعم جدا، والرمل هذا يوضع في فرن في درجة حرارة عالية اللي هي 1048 درجة مئوية، بحيث يصهر ويتحول إلى سائل مائل إلى البياض. واليوم أحد حرفيي فاليتا جلاس فيكتور سيد حيورينا كيف عمليات وخطوات تصنيع القطع الزجاجية. طبعا هو خبير في المجال هذا لأكثر من 27 سنة. وخطوات صناعة القطع الزجاجية تبدأ بالصهر زي ما انتم شايفينها، وبعدين تبدأ بالتشكيل والتبريد. من أهم ما يميز فاليتا جلاس هو اكتساب قطعها الزجاجية للونها. أثناء مرحلة التصنيع يستعين الحرفي بماسورة من الحديد يدخلها للفرن، يلتقط فيها الكمية اللي يشوفها مناسبة من السيليكا المذابة، وياخذ الكمية هذه ويغمسها في صحن مليء بالبلورات الملونة اللي هن المعادن، وهي اللي تعطي القطعة الزجاجية لونها. وبعدها يرد الكمية الموجودة على الماسورة، يردها مرة أخرى في الفرن باش
تكتسب طبقة زجاجية تغلف المعادن الملونة واللي انصهرت داخل الزجاجة نفسها. والخطوة اللي بعدها تبدأ مرحلة التشكيل في وقت قصير جدا، لأن عندها الزجاج يبدأ في التحول من الحالة اللينة إلى الحالة الصلبة. وزي ما نشوفوا مع بعضنا خطوات تشكيل الزجاج من الحالة اللينة إلى تحفة جميلة مصنوعة بدقة وحرفية عالية نزينوا بها مكتبنا أو حوشنا. كترنا وكبرنا ومن الارض وتزوري وكدبة ما بقيناش ناسين، اما الصباح تزوري اللي عنا ومزازة خبريكا واسم محبوبين، وفي الاخر ننعقدوا بقلب واحدة ولدين الارض حنينة نعيدولا في المكين، كان في قلبنا وكان في ديك توليدنا انت تبقاش انت وردة مسبيخة الخلقين. وزي ما شفنا مع بعضنا إن التحفة اللي شكلت قدامنا هي عبارة عن وردة برتقالية من فاليتا جلاس. وبعد هالمرحلة تبدأ مرحلة التبريد اللي هي مدتها 12 ساعة، ومن ثم تكون المشغولة جاهزة وتعرض للبيع. وتوا حنتفرجوا مع بعضنا على تحفة زجاج أخرى انصنعت بنفس الخطوات السابقة من ناحية الصهر واختيار الألوان، وحنشوفوها تشكل قدامنا. مع سيكلي وسنين حفنا كيلو داوك اللي يريدوا يحكموا للجزائر مالتين، من جوارير وبيستا سفرينا فين حفنا صفون ميتة وهران مدروبين، فيدينا بسمالت السعيدة وشجاورة جزائر تنعلى الحنين، نزيرة وزرية محبة تحوى رياحنا مالتين وعوشين، عالبنا نحبوك ونصو مالتا تانا، عالكم من شيخنا بكافنا ورين، للمالتين كلها نشتيق ونستيدو بشتا وحبة داو يوفروا السوشي. وهذا كان فيديو اليوم عن زيارتي لفاليتا جلاس في تعالي، وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا زي ما أنا انبسطت لما شفت خطوات تصنيع الزجاج بأسلوب فني وحرفي عالي جدا. وزي ما قال مؤسس هالمصنع الرائع باول سيد إن الأحلام يمكن التعبير عنها من خلال فن جميل وراقي. شاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء، وما تنسوش إعجاب لصفحة الحوتة الليبية على الفيسبوك، واشتركوا في القناة باش تعرفوا كل جديد للحوتة. وسلامات.